السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة. يا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. النهاردة جايين نعرف ازاي ممكن نزود انتاجية البيض عند الفراخ بتاعتنا بطريقة ذكية جدا جدا، وحيلة يمكن في كتير من الناس ما يعرفوهاش، وكتير من الناس بيقعوا في المشكلة دي وبسببها بينقصوا انتاج البيض. المشكلة دي لو تجنبناها وعرفنا البديل وطريقة تقديم البديل، فاحنا هنا حلنا مشكلة كبيرة جدا بتنقص انتاج البيض. ولما تتحل انتاج البيض هيرجع يزيد عادي جدا في اي فصل، في اي وقت، في اي ظرف، حتى لو الجو حر جدا او برد جدا. قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو، اشترك في القناة، فعل زر الجرس عشان توصلك كل فيديوهات الجديدة اول باول. يلا بينا ندخل في الموضوع على طول. دلوقتي انتاجية البيض مش معتمدة على خطوة واحدة بس بتعملها عند الطائر في تربية الطائر، لا، الموضوع له علاقة بتأسيس منذ البداية. يعني خطوات انت بتمشي عليها واحدة واحدة علشان تخلي الطائر يديلك انتاج كويس من البيض من اول يوم، ومن قبل كمان ما يطلع من البيضة، من قبل ما يطلع من البيضة. لكن تعالى نتكلم عن اول يوم. اول يوم احنا بنأسس الفرخة على اساس ان احنا عايزين منها انتاج بيض كل يوم تقريبا. لكن واحنا بنأسس الفرخة اكتشفنا السر ده للأسف غايب عن اغلب المربين. لو خدنا بالنا منه احنا ممكن نؤدي الى تطوير انتاجية البيض بشكل كبير جدا. الفكرة انه الفرخة لازم تتأسس صح. كل مرحلة عمرية بتمر بيها الفرخة بتاكل اكل معين بكميات معينة. الكميات دي بتكون على حسب تقدير المربي لعمر الطائر واحتياج الطائر في العمر ده. يعني الطائر اللي قدامك ده بيكبر بسرعة، بدأ يملى لحم بسرعة، غير الطائر التاني اللي بيرمي لحم ببطء. الاتنين بيبيضوا، بس في واحد فيهم بيرمي لحم اكتر وفي واحد فيهم بيتملي دهون اكتر. فانت بتتعامل مع كل طائر غير التاني. لازم يبقى عندك الخبرة الكافية اللي تخليك تتعامل مع كل طائر حسب حالته. تعال اقول لك الحالات. يعني مثلا الطائر ده انت بتربيه ووزنه مش بيزيد. الطيور البلدي مثلا، الفراخ البلدي وزنها مش بيزيد، لكن بتديلك انتاج بيض كويس، طعمه حلو وقيمته الغذائيه عاليه وكتير، يعني نسبيا ده بيض كويس، كميته كبيره. اهو الطائر البلدي ده، الفرخه البلدي، حضرتك بتربيها وبتاسسها على العلف 21% بروتين. بتكتر كميه العلف لحد ما تتخطى ال 50 جرام، 50 جرام لكل طائر. تمام. وبعد كده اول ما بالفرخه تلاقيها بدات تديلك انتاج بيض، بتبدا حضرتك تعمل تثبت على 50 جرام علف. بس السر هنا والحيله اللي احنا بنتكلم عنها ان احنا بنوقف الحبه الكامله، بنوقف الحبوب الكامله اول ما الفرخه توصل لعمر البيض. بنوقف الحبوب الكامله الا في حاله واحده بس هقول لك عليها. تمام. يعني في حاله واحده بس حضرتك ممكن تقدم فيها الحبه الكامله، الا وهي انك تحط معاها انك تحط معاها شويه رده زياده. تمام. انك تحط معاها شويه رده زياده. الحبه الكامله على فكره فيها نخاله، فيها قشره الحبه. تمام. يعني هتهضم مع الطائر. لكن لو زودت انت القشره دي، زودت النخاله اكتر، هتخلي الالياف اكتر والقيمه الغذائيه اكتر والطاقه اقل، فمش هتزود دهون ومش هتسمن الطائر، بل هتخليه متجه لاتجاه انتاجيه بيض عاليه. تمام. فاحنا اول ما الطائر على طول يبدا كده يبدا ينتج بيض، بنبدا نمنع الحبه الكامله، لان احنا مش هنقدر نقدم الحبه الكامله مع كميه نخاله كتيره او رده كتير. لا، بنمنعها علشان العلف يكون متوازن. نعمل عضل قوي، مناعة قوية، مبايض سليمة، مفيش دهون تخنق البيض،
مفيش لحم زيادة يعطل الطائر عن الحركة والإنتاج والحرق، مفيش أي مشاكل في سيولة الدم بسبب الدهون اللي في الدم. كل ده هيتحل بإذن الله. لما نوصل بقى لمرحلة التبشير، تعالى ركز معايا. مرحلة التبشير أول بيضة بتيجي خلاص احنا بنسيستم كده نفسنا. الفرخة بتاخد 50 جرام من العلف. ال 50 جرام دول 21% بروتين، يعني فيهم حوالي 10 جرام علف، 10 جرام وحتة صغيرة. تمام؟ قول 10 جرام آسف 10 جرام بروتين. ال 50 جرام علف فيهم 10 جرام بروتين. تمام؟ فيهم 10 جرام وحتة صغيرة من البروتين، يعني قول 10 جرام. فأنت هنا بتتكلم عن إيه؟ بتتكلم عن احتياج الطائر من البروتين ما بين ال 10 وال 15. يعني أنت ممكن تكتفي بال 10 جرام دول، ممكن تقدم مصدر بروتين تاني من حين إلى آخر، مش كل يوم. تمام؟ احنا هنا بنعمل ايه بقى؟ بنثبت كمية الاكل على كده، وبنمنع الحبة الكاملة علشان نحافظ على وزن الفرخة، نمنع تراكم الدهون حول المبايض، نشجع نشاط الحركة ونشاط انتاج البيض، ونهتم بقى ايه بالمكملات والاعشاب الداعمة للانتاج زي الاعشاب اللي هقولك عليها: الكركم، الشبت، البقدونس، الريحان، قشر البيض المطحون كمصدر كالسيوم، او الحجر الجيري الطبيعي كمصدر كالسيوم، مكملات طبيعيه زي السيلينيوم، فيتامين اي كل اسبوعين، خل تفاح طبيعي او خل عادي، خل طعام طبيعي يومين في الاسبوع. طيب بعد ما نعمل ده كله، ايه النتيجه المتوقعه؟ ركز معايا. النتيجه المتوقعه بمنتهى البساطه: على عمر 3 شهور ونص، بروتين 21%. تمام؟ الجسم هيبقى متحضر لإنتاج البيض، والمبايض هتكون متحضرة لإنتاج البيض. تمام؟ بعد كده هتلاقي نفسك ثبت على 50 جرام علف، يعني وفرت كذلك، مش هتقدم أكتر من كده. بعد 4 شهور بيض بانتظام من 4 ل 6 بيضات في الأسبوع. الفكرة ببساطة: علف مركز فيه بروتين عالي يساوي تأسيس عضوي سليم. تقليل الكمية يساوي جسم خفيف ينتج بيض منتظم عشان الدهون بتعطل الانتاجية. الحبة الكاملة من بدري بتساوي دهون زائد تأخير في انتاج البيض وتقطع في انتاج البيض. الحبة الكاملة في عمر كبير من عمر الطائر بتساوي دهون وقطع في انتاج البيض، الا لو هتقدمها باحتياطات، وهي انك تضيف ليها الردة او النخال. بكده انت بمنتهى البساطة ايه؟ هتحل كل الازمات. دي خلاصة التجربة وخلاصة الخبرة اللي حضرتك ممكن تطبقها على أي نوع طيور عندك أنت عايز منه إنتاجية بيض كبيرة. ده كان الفيديو. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، اشتراك في القناة، تفعل زر الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول. ونشوفك على ألف خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.